خلاص بقى الصندوق جالي. اللون جميل، الموديل ولا اروع. ازيكم يا بنات؟ النهارده جالي ايميل من موقع اسمه Everpretty. Everpretty موقع اول مره اجربه، يعني هنجربه مع بعض احنا الاثنين، بس مش مجرد ان الموقع اول مره اجربه، الحاجه اللي انا هشتريها منها برضو اول مره اطلبها من النت. Everpretty هو موقع فساتين سهره، فانا بصراحه عمري ما عملت اوردر فساتين سهره من اي حته قبل كده، يعني دايما الاوردر بتاع الفساتين السهره بتاعتي بتبقى بنزل بشتريها من المحلات، بعمل تسوق عشان اشتريها. فانا متحمسه جدا ان احنا نجرب مع بعض الموقع ده، فخلونا نعمل الاوردر مع بعض. الله، الفستان ده يعني اميراتي قوي ولونه جميل، يعني انا حابه الالوان دي. طيب تعالوا نشوف فستان تاني. بحب قوي موديل الفستان ده يعني، بس ما اظنش هطلبه ان عندي نفس الفستان. في بلس سايز دريسز، حاجه حلوه برده ان انت لو بلس سايز هتلاقي يعني مقاساتك. انا دلوقتي خلصت الاوردر، بس عايزه اقول لكم حاجه بسيطه جدا وانتوا بتعملوا الاوردر. Everpretty يعني كود خاص 10% عن اي اوردر انت هتعمليه، هتلاقي في صندوق الوصف تحت تلاقوني سايبه لكم الكود الخاص من اللي انتوا تستخدموه. بعد ما تعملوا الاوردر بتاعكم هيشيل 10% من اي اوردر انتوا عملتوه. بما اني خلصت الاوردر وخلصت كل حاجه، يلا بينا اشوفكم بقى لما الاوردر يجي ونتفرج على الفساتين مع بعض. One week later. خلاص بقى الصندوق جالي بعديها باسبوع الصندوق. عايزه اقول لكم ان انا متحمسه جدا ان انا اشوف الحاجات اللي وصلت دي، واشوف هي حلوه، هي تستحق ما تستحقش. يعني مدبسين الصندوق كاني يعني في متفجرات مش في فساتين مثلا سواريه. الفستان ده انا كان عاجبني جدا، فيعني انا متحمسه ان احنا نشوفه مع بعض. بصوا برنسسي قوي. بصوا انا هتكلم بصراحه على نقطه انا كنت خايفه منها، وهي نقطه الجوده او الخامه بتاعته تطلع مش حلوه. بس طلعت جميله، يعني انا ما اظنش ان انا لو نزلت اتفرج كنت هلاقي حاجه احلى من كده في الخامه. بتاعته حلوه قوي، والتفاصيل بتاعته حلوه جدا، يعني الخياطه بتاعته والتقفيلات واو حلو قوي. انا هروح اقيسه ونتفرج عليه بقى وانا قايساه. واو بجد حلوه قوي، يعني انا كنت شايفاه فعلا حلو على الموضه. والموديل ده اصلا من الموديلات اللي انا بحبها، اللي هي فيها نازله بالدونتال كده متوزع على الفستان زي كده. انا بحب الموديلات دي، فهو حلو جدا، برنسسي قوي. تاني برضو من الفساتين اللي انا كنت بحبها قوي، حاسه الموديل لها كلاسيك مش بيفتن. واو بصوا هو من قدام سيمبل قوي، الحركه كلها من ورا. هو المفروض ظهره مفتوح شويه وساقط سنه ونازل بفيونكه كده، ولونه موديله كلاسيك. يعني انا متخيله نفسي كده البسه، حتى روج احمر. واو بجد، يعني موقع ولا فيديو فتح نفسي عن الحياه. يعني انا احب دايما فساتين الافراح، انا بحب جدا الافراح بس عشان البس فستان او كده، فان انا افضل اقيس الحاجات دي فتحت نفسي عن الحياه كده، مديني طاقه ما بعدها طاقه. بالسيكوين او الترتر اللي هو كله قماشه متغطيه بالترتر، القماشه كلها كده لونه فضي، فكلاسيك. حقيقة هتفضل عايشة معايا، مش هتفضل اقدر البسها في اي سنة في اي مناسبة جاتلي. ندخل على الفستان اللي بعده. الفستان ده اصلا محطوط في قسم فساتين الافراح، فانا قلت برضو اجرب عشان لو حد حابب ان هو يشوف فستان فرح هناك. معظم الفساتين كانت سيمبل قوي، بس تعالوا نشوفه. حتى لو انتي مش عايزاه فساتين الافراح، بس ممكن تدخلي على القسم ده تشوفي الموديلات اللي فيه، برضو بتنفع سواريه، ممكن تنفع فستان خطوبتك. تعالوا نشوف الفستان اللي جبته، المكان ناعم ورقيق قوي، فانا يعني متحمسه ان انا اشوفه. هو بصراحه انا متحمسه ان انا اشوف كل الفساتين، مش ده بس، يعني مش عارفه اقرر لحد دلوقتي ايه احلى فستان، فعايزه اشوف في الاخر بقى ايه احلى فستان، ولا اشوف تعليقاتكم برضو ايه احلى فستان. وانت مختاري يا حلوه يا زينه عالورد، مش حافظه الاغنيه. بصوا رقيق جدا جدا جدا، يعني انا بقول حتى لو ما نفعش فستان فرح هو ينفع فستان خطوبه قوي. موضه ان انت تلبسي فستان ابيض في الخطوبه بتاعتك. بصوا النعومه، الفستان ده ناعم قوي، واو رائع بصراحه. طبعا بقول لكم هو ده متباع ان هو فستان فرح، وهو يعني لاي واحده بتحب الرقه يبقى فستان فرح حلو قوي. يعني كل حاجه فيه ما شاء الله عليها. كرومي شيفون ده، بعدين طبعا هو في من عند الست، مع ان هي حركه ويست، حركه الفي دي برضو
بتصغر او بترفع، فبحبها جدا. وبعدين بقى نازل شيفون، طبقة شيفون زي ما انتم شايفين كده، ان احنا بنعمل بيها كده تلفي بيها. انا بقول لكم الفيديو ده يعني فاتح نفسي عن الحياة كده. ده برضه من الفساتين اللي انا كنت حباها قوي وانا بنقيها، فيلا نشوف هيطلع ازاي. بجد فساتين روعة، فساتين رقيقة جدا، روعة جدا. حاجة تانية، لو انتي عندك مناسبة جاية قريب وحابة ان احنا نقعد ننقي فستان مع بعض، كلميني على طول على الانستجرام، انا برد على كل الرسائل اللي بتجيلي. هنقعد ننقي فستان مع بعض، نفكر ازاي نقفله، الطرحة والشوز اللي بتليق عليه. فانا مستنياكم هناك عشان نقعد ننقي الحاجات دي مع بعض. الفستان ده ولا اروع يعني، بجد اولا لونه جميل جدا بالنسبة لفساتين السواريه. لو انتوا عايزين فستان ناعم، هو لونه مدي النعومة دي. انا بحب درجات البينكيات يعني الايام دي كلها، انا ميالة للدرجات بتاعت البينك، من افتح درجة للون البيربل. موديل ناعم جدا، حلو جدا، رقيق، يعني كل حاجة فيه بتقول رقة، من اللون للموديل للقماشة، قماشة ناعمة جدا. برضو موديل اللي هو قصة الوسط، بس برضو من الحاجات اللي بتساعد ان قصة الوسط تليق على الجسم ان انتي تلبسيها على في، بتخلي الجسم حلو قوي. هنا في ديتيلز، يعني هو شيفون بس في الحرف معمول بالترتر، فشكله حلو قوي. الفستان ده انا متخيلاه الواحدة في خطوبتها يبقى حلو جدا. اخر فستان، الفستان ده اول ما شفته جه في دماغي برنسس كيت اللي بتلبس الموديلات دي. برنسس كيت لابساه كده في حفل ملكي، ولا انتوا ايه رايكم؟ يعني موديله من الحاجات بتاعت برنسس كيت قوي. كمان في الحركه دي من ورا، عشان ممكن مش هعرف اوريها لكم على الكاميرا، بس المفروض في الحركه دي من ورا. وياقه like الهاي نك بتاعته اللي هي بالدانتيل، لا بصراحه حلو قوي بجد. يعني انا عامله ستريس جامد جدا على الخامه وعلى النوعيه، ان احنا دايما كلنا مش بنبقى عايزين ان احنا نشتري فستان سهره وما يبقاش حلو او خامته تطلع تشيب، بس بجد يعني دي خامتهم حلوه قوي، موديلاتهم حلوه جدا، وتقفيلاتهم ولا اروع بمعنى الكلمه. يعني هنشوف الفستان ده مع بعض. بجد الفستان ده اول ما شفته وهو كله على بعضه كده برنسس كيت او برنسس ميجن، هو محتاج اميره. بصوا هو من فوق عامل ازاي، هو كله دانتيل، الدانتيل بتاعه جاي من عند النك كده بهاي نك، في القماشه الستان دي او الستان من هنا، وقصه الوسط، ونازل بشيفون. طبعا موديله كلاس قوي، يعني انتي بتبقي لابساه كده مقفول من فوق كمان، ومدي منظر كلاس جدا، منظر فخم قوي. فستان انيق جدا، يعني هي دي الكلمه اللي انا اقدر ان انا اوصف الفستان ده بيها، انيق. بصي الفستان كله عامل ازاي. بس هي دي كانت الحاجات اللي جات لي النهارده. قبل ما تمشوا عايزه اوصيكم 3 حاجات مهمين جدا 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 لما تيجوا تنقوا الفساتين من الموقع ده بالذات. اولا يا جماعه احنا بنتكلم على فساتين سهره او فساتين سواريه، يعني حاجه بتبقى بالخياطه مش ستريتش، معظم الحاجات مش ستريتش مش استك، حاجه بالخياطه، عشان الفستان ما يطلعش ولا واسع قوي ولا ضيق قوي. قبل ما انتي تعملي اي حاجه روحي قيسي مقاساتك، محيط الوسط، محيط الصدر، محيط الارداف، وروحي شوفي المقاسات اللي عندهم، السايز جايد بيبقى مكتوب لو انتي مقاس محيط صدرك كده، محيط وسطك كده، مكتوبه بالانش ومكتوبه بالسنتيمتر، عشان احنا مش بنتعامل بالانش قوي، احنا بنتعامل بالسنتيمتر. فخلي بالك ان السنتيمتر هيديكي يعني المقاسات بتاعتنا مهمه وضروري جدا ان انت تعملي الخطوه دي. لو انت عايزه تشوفي تقيسي مقاساتك ازاي هسيب لكم فيديو في الديسكربشن تحت، مهم جدا ان انتوا تتفرجوا على الفيديو ده قبل ما تطلبوا الفستان. اخر حاجه ان انت تحطيها في حسبانك في الفساتين، او لو انت حبيتي ان انت تعملي شوبينج من الموقع ده. يا جماعه انا طولي 155 سم، والفساتين كانت بالكعب يا دوبك لمسه الارض، والكعب بتاعي مش عالي، يعني انا الكعب بتاعي مثلا نقول 9 سم، فانا طولي 155، والكعب 9 سم، فالفستان كله على بعضه كده مدي طول 165، يا دوبك لمس الارض.
فحاجه برضو تانية تبقي شوفي طول الفستان هيديكي طول ايه بالظبط وانتي بتقيسي وانتي بتشوفي السايز رايت، عشان لو انتي عايزه الحاجه تطلع ماكسي ما تتفرقيش لو انتي واحده طويله ان الفستان طلع قصير عليكي. فخلي موضوع الطول ده في الحسبان. طبعا قبل ما نمشي انا متحمسه جدا ان اعرف انهم فستان عجبكم في التعليقات تحت، مستنيه ارائكم، مستنيه اعرف انهم فستان عجبكم، ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم وافادكم. ولو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات تحت او تعالوا لي على الانستجرام نقعد نتكلم مع بعض على الانستجرام. وطبعا شيروا الفيديو ده مع حد تحسوا ان الفيديو ده هيعجبه، من صحابكم من قرايبكم. عايزه الفيديو ده يلف على كل الناس وكل البنات تشاركني بانهم فستان عجبها قوي. واشوفكم الفيديو الجاي. باي. Way your face reflecting bright green, brights and blues.